تعالي اقولك على اسهل طريقة هتعملي بيها البانيه بطريقة سهلة وبسيطة ولون ذهبي وقشرة ثابتة عليه. من النهاردة مش هتعملي غير الطريقة دي، لونه يجنن وتتبيلة خطيرة، هيخلي كده البانيه من جوه طري وطعمه يجنن. هتجيبي بقى بولة وهتحطي فيها نص كوباية من الحليب، عندنا بيضتين، ملح وفلفل اسمر، معلقة صغيرة من الخل، معلقة صغيرة من بهارات الفراخ، معلقة صغيرة من السبع بهارات، عندنا مية بصل وفلفل رومي احمر مفرومين واخدين المية بتاعتهم، معلقتين كبار من الدقيق. ونقلب بقى القوام ده كله، انا عايزاه زي البانكيك كده، لما تحطي البانيه كده تلاقيها لزقت فيها وما يبقاش خفيف ولا تقيل. هننزل بقى بالبانيه بتاعنا المغسول كويس ومتصفي في التتبيله دي 3 ساعات، غطيه بستريتش راب. وبعد كده نحضر بقى الكفر الاخير، كوبايه من البقسماط كوبايه من الفيجيتار، انا بعمل ميكس بين الاتنين. وبعد كده بقى طلعي من التتبيله وانزلي بقى في البقسماط واضغطيه كويس جدا. خلصي كل الكميه بالشكل ده، زيت سخن جدا وغزير على نار متوسطه يطلع باللون الذهبي الخطير ده. وبعد كده حطيه على شبكه، شايفه لونه خطير ازاي، واخد لون ذهبي وكمان طري، والتتبيله بتاعته خطيره، لازم تجربوها. ولو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا. اشوفكم في وصفات جايه كتير مع هبه ابراهيم. باي باي.